اليوم لقائنا بابن الفنان الكبير حاتم العراقي. حمودي، أول شيء الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك حبيب قلبي، شكرا جزيلا لكم. حمودي، اليوم احنا سعيدين بهذا اللقاء واريدك تحكي لي شويه شغلات خاصه بيك. من وين انت؟ من العراق؟ أنا من بغداد بس احنا أصلنا عمارة. حي الله للعماره عمي. يعني بعد انتم تعرفون العماره، يمكن حطوا لنا القلب احمر، تابعونا الحساب جماعه العماره. حمودي، اول جاي لك هذه لاوروبا؟ لا أكثر من مرة، بس تقريبا صارنا يمكن يعني 8 سنوات مجايين. حلو. شنو يعني رايك بهاي الجيسه من جيتوا انتم؟ شنو رايك باوروبا يعني والجاليه العراقيه بالخصوص هنا باوروبا؟ خاصة يعني هاي السنوات اللي مرت صار كثير من العراقيين والعرب بأوروبا، فالحمد لله تفاعل حلو من الناس. حبيت الجمهور هنا العراقي يعني خصوصا الجاليه العراقيه؟ الجالية العراقية ماكو مثلها. حلو. مكان العراق تروح حلو. زين، هسه انت حاليا وين مقيم؟ احنا حاليا بين دبي وكندا. حلو. وبغداد هم شوية. حلو، يعني اكيد بغداد لازم منعوفه مو؟ حمودي، اليوم شفتك بهاي الحفله، اكثر الحفلات اللي عجبتك باوروبا كتنظيم؟ تور حلو وتنظيم حلو كان بالسويد وبلجيكا وهنا هولندا وبألمانيا، فكل شيء حلو الحمد لله لحد هسه، يعني كل شيء حلو ومرتب صراحة، لأنه جماعتنا العراقيين يحبون دائما يطلعون فد شيء حلو، صورة حلوة مرتب، شيء يعني يضوي يعني. أكيد. فالحمد لله وشكر، يعني شفنا فد شيء مرتب أكثر من حفلة صراحة. حلو. وين رحت أنت كمكان حلو عجبك هنا بهولندا ألمانيا؟ أنا أحب أكثر شيء هولندا. حلو. وين رحت بهولندا؟ احكي لنا يعني عن شوية ساحة الدم. رحنا أمستردام شوية. حلو. على روتردام. حلو. طبعا شكرا لك على هذا اللقاء الجميل، ربي يسعدك ويحفظك، وتحية طيبة لك والفنان الكبير حاتم العراقي ولك بالأخص. كل التوفيق لكم ولجمهورنا حبايبنا. شكرا حبيبي. يعني الله يحفظك حبيبي.